تأتي في إطار محاولة لضبط العمل الحقوقي بالنسبة للمنظمات الحقوقية المشتغلة في منطقة الساحل والصحراء. كان هناك اتصالات مكثفة مع عدد من الناشطين الحقوقيين في موريتانيا وفي مخيمات تندوف، وكذلك هناك اتصالات مع عدد من الإخوان الناشطين في المنطقة المغاربية وفي منطقة مالي والنيجر والسنغال، على أساس أن يكون تفكير حول تطوير وتنمية قيم ثقافة حقوق الإنسان بمنطقة الساحل والصحراء، بعيدا عن التجاذبات السياسية والاستغلال السياسي للقضايا الحقوقية. لا سيما أنه في الآونة الأخيرة بات هناك خلط بين النشاط السياسي والنشاط الحقوقي، وهو اللي كيجعل أو كيزيد من الانتهاكات الحقوقية في منطقة الساحل والصحراء التي تعرف تطورات متسارعة من الناحية الأمنية وكذلك من ناحية الاستقرار في المنطقة. وهذه الندوة هي عبارة عن تشاور وتبادل الخبرات بالنسبة للناشطين الحقوقيين في منطقة الساحل والصحراء في أفق التفكير عن إيجاد إطار يعني حقوقي يمكنه أن يدافع عن القضايا الحقوقية في منطقة الساحل والصحراء بناء على معايير الحقوقية كما هي مذكورة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وانطلاقا من هذه الخلفية كان التنسيق مع الإخوان في موريتانيا من خلال جلسات عمل ومن خلال ندوة كذلك أقيمت هناك وفي نواديبو وكذلك نواكشوط. وكان المحطة المغربية أن تشكل هي الأخرى إرهاص لمواصلة النقاش نحو إطار يكون مشتركا بين الفعاليات الحقوقية بناء على أجندة مضبوطة ومشتركة، وهي المبادئ الكونية لقضية حقوق الإنسان. ونحن نحاول من خلال هذه الندوة أن نخلص إلى مجموعة من الاقتراحات والتوصيات الداعمة لتطوير مبادئ ثقافة حقوق الإنسان في منطقة الساحل والصحراء طبعا، وعلى أساس كأن كل إطار منفرد يشتغل على مزيد من العمل في إطار إشاعة ثقافة حقوق الإنسان على المستوى المحلي، ولكن في مجموعة من القضايا الأخرى تكون هناك ندوات في هذه الدول حول القضية الحقوقية بالنسبة للمنطقة المغربية ومنطقة الساحل والصحراء.